هيدي تويوتا سوبرا، واليوم ما ناخد نظرة قريبة عليها، نحكي عنها، نشوف السبيكس ونسمع صوتها. فإذا مش جاهزين حطوا السيت بيلتس واعملوا سبسكرايب. Yo, you know you're fucking Seller K. بس اكيد قبل ما نبلش ما نقول ثانك يو لام بيرفورمانس جراج على هيدي الاوبورتونيتي لنصور هيك سيارات. واذا بدكم تشوفوا ابديتس عن هيك سيارات وجي تي ار وبأمات واللي بدكم اياها، اعملوا فولو على ام بيرفورمانس على تيك توك وشرب الصيفي على انستغرام لتعملوا ابديت على هيك سيارات لبعدين. ثانك يو شربة. اذا عندك سياره كول مثل هيدي وحابب انك تصورها وتبينها على السوشيال ميديا ونعمل فيديو عنها، بعت لي على كارز بيف دي ام او على الايميل تبعي الموجود فوق وبنصور فيديو بسيارتك. هيدي تويوتا سوبرا ام كي 4، واللي ما بيعرف السوبرا اسمها تويوتا اي 80. انخلقت بسنة 1993 ودغري صارت من اكثر السيارات ليجندري بالعالم. السبب الاول من وراء الليجندري 2 جي زي جي تي اي اللي عليها، ومن وراء دخولها على افلام الفاست اند فيوريوس، واللي من وراها صار الفيلم ايكونيك، ومن وراء الفيلم صارت هي ايكونيك اكثر. هيدا ال2 جي زي المشهور فيه السوبرا، وهو من اول الاسباب اللي خلى هيدي السيارة تصير ايقوني بعالم السيارات. هذا الانجن انصنع بين ايدين ياماها، وكان مصنوع لينافس السيارات مثل المازدا ار اكس 7 والهوندا ان اس اكس والجي تي ار، بس كان هيدا ليجندري لدرجه انه صار ينافس سيارات مثل الفراري، لامبورجيني، واللي بدك اياها تسميها سوبر كار كيلر. بس هيدا الانجن ما كان السبب الوحيد اللي خلى هيدي السياره تصير ايقونه. هيدي السياره ظهرت بالفاست اند فيوريوس، وكانت هيدي السياره ايقونه هيدا الفيلم، وهي اللي خلت هيدي الافلام تطلع وتصير بالمستوى اللي هي فيه هلا. غير عن انه بينت بالعاب مثل جراند توريزمو ونيد فور سبيد، وكان هيدا المشهد اللي عم نشوفه قدامنا اكثر مشهد بتشوفه بالالعاب ولا بالافلام ولا بالعالم. سياره ايقونيه ليجندري كار. التويوتا السوبرا اوريجينالي بيجي منهم اكثر من ترم واحد، في منهم تيربو وفي منهم مش تيربو. التيربو بيجي 3.0 لتر انلاين 6 توين تيربو تشارجد انجن. هيدا المحرك اكثر محرك بيتحمل تعديل على وجه الارض، ومن اقوى السيارات تعديلة بالعالم. بيعمل ستوك بدون اي تعديلات 276 حصان. هيدا على الورق، بس هو اوريجينالي ستوك كان يعمل فوق ال 300 حصان و410 نيوتن متر اوف تورك. بس عم نحكي ستوك. هلا حتقولوا لي السياره ستوك ما فيها كتير هورس باور. هيدا الحلو بال2 جي زد، انه تعديلها بيتحمل اكثر من 1000 حصان بدون ما تقول لك اخ السياره. طبعا ال2 جي زي جي تي اي بتجي 5 سبيد مانيوال جير بوكس، يعني فيتاس عادي، بتعمل من 0 ل 60 ب5 ثواني. ستوك اوريجينالي. طبعا كل هيدي الباور بتنزل على الريل ويل درايف، لانه هيدي السياره شد خلفي. عم نحكي ستوك اوريجينالي بيجي عليها ويش بون سسبنشن وتكنولوجيكال باور كتير متطور مثل السيكونشال تيربوز قدام. طبعا كل هيدي الستاتس اللي حكينا عنها بعدها اوريجينال، ما حكينا عن هيدي بالضبط شو عليها، لانه هيدي تيوند وعليها كتير تعديلات رح نخبركم عنها بعد شوي. بس قبل ما نبلش نحكي عن قديش هيدي السياره تيوند، حخبركم عن تويوتا السوبرا بدون تيربو، لانه اجى منها بدون تيربو. بالمجمل بس تفتح غطا موتور السوبرا اكيد بدك تتوقع يطلع تيربو، بس من الشركه في منهم بيجوا بلا تيربو، وفوقها بيجوا فيتاس اوتوماتيك. تخيل نفس ال2 جي زي انجن بس تنفس طبيعي. يعني تنفس طبيعي يعني ما في تيربو، يعني باور اقل وتورك اقل. وهيدي السياره اللي ما فيها تيربو بس كانوا ياخدوها ليشيلوا منها الشل والشاسيه ليعدلوها ويحطوا عليها 2 جي زي تيربو. عرفتوا كيف؟ لنحكي لكم عن ستاتس هيدي السوبرا، فولي بيلت انجن سنجل تيربو بريسيشن، بتعمل 750 حصان، فول بولتس اون مع كربون فايبر درايف شافت. تعرفوا قد ايه كريزي هالموضوع. و اتش كي اس سسبنشن بس لنظبط الاستابيليتي شوي يعني. بس نظرة صغيرة على هيدا الاورانج جي باور.
سوبرا هونيك و HPF موتور بيلت انجن. التويوتا سوبرا بالعالم نادرة كتير، فكيف بلبنان؟ بلبنان هيدي التويوتا السوبرا الوحيدة الموجودة بهيدا البلد. هي بلبنان ممنوع انك انت تجيب سوبرا، يعني هيدي السيارة ممنوع تطلع على الطريق، بدها تضل مصفوفة وممنوع تطلع على الطريق، تخيلوا. وهيدا السبب اللي خلى السوبرا بلبنان كتير نادرة. في سيارات هني سيليكا محولين لسوبرا وحاطين لهم 2 JZ واللي بدك اياه، بس هيدي السيارة السوبرا الوحيدة 100% على وراء سوبرا. بعد سنة وحدة بتصير هيدي السيارة مسموح انه تتسجل، بتصير مسموحة بلبنان. وانا حكيت بفيديو تيك توك قديش هيدي التويوتا السوبرا سعرها غالي. انت اذا بدك تشتري تويوتا سوبرا ستوك ما عليها شيء بيوصل سعرها فوق ال 250 ألف اذا المايلج قليل. سوبرا مثل هيدي حقها مش تحت ال 150 ألف دولار. فشو اقولكم، بعد سنة ونص حتفتح الابواب على سيارات السوبرا والجي تي ار واللي بدك اياه. هل رح نشوف كذا سوبرا بلبنان حتى ولو سعرها غالي ولا لا؟ واكيد بالنهايه هيدي السوبرا بلبنان برو. قدي مجنون، قديش قويه السياره. ثانك يو on performance for letting me film this iconic car. فاكيد سوبرا سكرايب واكتبوا لي بالكومنتس شو بدكم نعمل سيارات غير هيدي. اعملوا لايك سبسكرايب وانا بشوفكم بفيديو جديد.